السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي ديليس فاطمه زهره. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كعك بالقهوه حصري على قناتي بشكل مميز وراقي، مذاق ولا اروع. هذا الفيديو غادي يكون بالاشتراك مع قناه وصفات فرح جمعه الليبيه، اختي وحبيبتي. عندها وصفات جد مبسطه وكذلك في متناول الجميع للعنايه بالشعر والبشرة. اليوم غادي تقدم لنا سيروم نثرات الذهب اللي عمل ضجة في الأشهر اللي فاتت. غادي نترك لكم رابط في لاباغ دانفو كذلك في أول التعليق، فضلا وليس أمر حبيباتي تمروا عندها وتقولوا لها أنكم جيتوا من عند ليس فاطمة زهرة وتشجعوها وتشتركوا في قناتها، وهي غادي تتكلم لكم على هذا السيروم هذا والاستخدامات تاعو كذلك المكونات نتاعو. الايام الجايه غادي تشارك معكم فيديوهات اللي غادي يكون فيهم العناية بالبشرة في شهر رمضان الفضيل. نمروا بسم الله على بركة الله لمكونات الكعك بالقهوة. بالنسبة لهاد الكاس هذا فهو كيعير 150 ملي، غادي نقول لكم بالجرام وكذلك بالملعقة. بالنسبة للزبدة عندنا 160 غرام، عندي هنايا كاس قل ربع من سكر ناعم أو 2 ملاعق، 2 كأس إلا ربع من النشا أو 5 ملاعق، دقيق، 2 حبة من البيض، نص كيس بيكنج باودر، وعندنا ملعقة ونص من القهوة سريعة الذوبان. بالنسبة للزبدة تكون نوع جيد، نوع ممتاز سبيسيال حيواني بدرجة حرارة المطبخ. بالنسبة أخواتي لهاد المكونات هادو فأنا جربتهم في الكعك الثلجي الليبي، وكان كعك من أروع ما يكون. كعك اللي جربوه العديد من الأخوات عيرتو بنفس هاد الكاس هذا، يعني الأخوات اللي في المغرب فيقيسوا بالكاس تاع العنبة الصغير اللي كيعير 150 ملي بالسوائل. بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش كأس كيعير 150 ملي فممكن أنهم ياخدوا 3 الملاعق من الزبدة، 160 غرام تقريبا 3 الملاعق تكون مملوءة. بالنسبة للبيض يكون 2 حبة نتاع البيض بدرجة حرارة المطبخ، 2 ملاعق من السكر الناعم، وعندنا رشة نتاع الملح اللي نضيفوها في الأول أولا مع الدقيق. عندي القهوة سريعة الذوبان ملعقة ونص تكون كبيرة. بالنسبة هنا أنا وضعت معها القليل من الماء فقط باش أنها تحل عندنا، ونقدروا أننا نخلطوها مع المكونات وتنسجم معهم. هنا بالكف نتاع الإيد كيف ما كتشوفوا أخواتي غادية نخدم الزبدة مع هاد المكونات حتى تولي عندي يعني الشكل تاعها على شكل بوماد كيف ما شفتوا معايا هنا النشا. هذا كاس قل ربع أو 2 ملاعق كبيرة مملوءة، وعندنا كذلك كاس، يعني في المجموع 2 كأس إلا ربع من النشا أو 5 ملاعق بالملعقة. غادي نخلطو شوية بشوية. بالنسبة أخواتي للكعك الثلجي فأنا كنت وضعت في المكونات الكوك أو جوز الهند، أنا زولته في هذه الوصفة واستبدلته بالقهوة لأن صراحة هذا الكعك هذا كيجي مرمل وكيجي لذيذ ومكونات سهلة وبسيطة كيف ما شفتوا معايا. غادي ناخدو هاد الزبدة وهاد المكونات كاملين غادي نبقاو كنخدموهم بالكف نتاع اليد حتى يولي عندنا الخليط على شكل كريمي. نضيفو نص كيس من الخميرة نتاع الحلويات او البيكين باودر 4 غرام. بالنسبة للدقيق غير شوية بشوية كنضيفو، يعني هنا على حسب الجمع اللي عندنا غادي نجمعو به هاد المكونات هادو. هنا المقدار عندنا غير صغير، يعني كيعطينا تقريبا 50 حبة او لا اكثر بشوية بالنسبة على حسب يعني الحجم نتاع الحبة نتاع الكعك اللي غادي نديرو. غادي نضيف القليل من الدقيق ونجمع من الجوانب.
دائما اخواتي نحاولوا اننا نضيفوا غير شويه بشويه الدقيق. بالنسبه للقوام فتيكون على هذا الشكل هذا، العجين تتكون رطبه. غادي نجرب معكم وحده كتكون بهذا الشكل هذا. هنا غادي ناخذ هاد الغطاء نتاع الباكيه نتاع الحليب، اي غطاء يكون عندنا فقط كنقبطوا به القياس. هنا كيف ما شفتوا معايا الحربول كنرققوه مزيان مزيان اخواتي باش ما يجيناش الكعك غليظ. غادي نديرو بهاد الطريقه هذه، غادي نلفو على هاد الغطاء هذا نتاع الباكيه نتاع الحليب وكيجينا بهذا الشكل هذا. غادي نكمل بنفس الطريقه. دائما اخواتي الحربول يكون غير رقيق، ما يكونش غليظ بزاف باش اننا ما يجيناش الكعك، لان عندنا فيه نص كيس من البيكنج باودر. وبهذا الشكل تيجينا الكعك مرتب وجميل. غادي نعاود معكم حبه واحده اخرى. حاولوا اننا نديروه غير صغير، ما نكبروش بزاف. غادي نكمل كامل الكميه ونلتقيو. هنا ما كملت كامل الكميه، عطاتني هذه الطاوه كامله، فغادي ندخلو على فرن يكون متوسط على درجه حراره 170 تقريبا، فرن ساخن من قبل حتى كيطيب وكيتحمر عندنا غير شويه. هنا بالنسبه للموتيف نتاع القهوه بزاف الاخوات اللي يسالوني فهو هذا يعني بالنسبه للاخوات اللي في المغرب فغادي نتحصلوا عليه. اخوات اللي برا المغرب وبغاو يزينوا هذا الكعك فانا زينت بالورد البلدي او الورد الجوري اللي كيف ما واضح بعض الحبات باش انكم يعني تلقاو البديل للتزيين اخواتي. فهذا الموتيف هذا متوفر عند بائعي لوازم الحلويات في المغرب. كندوبوا الشكلاط وكنوضعوا كيف ما شفتوا معايا غير شويه بشويه، كيكون على شكل حبه نتاع القهوه. ان شاء الله طلبوا مني الاخوات الشكل تاع الملعقه، فغادي نديرو معكم ان شاء الله بحول الله مره اخرى، لانهم هادو اشكال جميله ورائعه، يعني ممكن اننا نحتفظ بها في الثلاجه ونخليوها للتزيين تاع التحليات او لا الحلويات. غادي نكمل كامل الكميه وندخلو للثلاجه او للمجمد حتى كيجمد عندنا وكيقبط عندنا هاد الشكلاط هذا، كيقبط نفس لا فورم نتاع الحبه نتاع القهوه. كيعطينا هنا 48 حبه. هنا عندي لوز كونكاسي او اللوز مقطع اللي حمرته واحد شويه. بالنسبه لهذا اللوز شي نهار ان شاء الله غادي ندير معكم، انا شريته غير جاهز. ذوبت شكلاط اسود. هنا هذا اللوز هذا اختياري، فكيف ما واضح في الصوره كيعطي واحد الشكل واحد الجماليه للكعك. اذا حبيتوا انكم توضعوا فقط الكاوكاو عفوا او الفول السوداني فممكن انكم توضعوه. اذا حبيتوا تخليو فقط الشكلاط فممكن انكم توضعوه. هنا انا يعني صراحه هو الشكل تاعو جميل، لكن شويه تيمحلنا فاش اننا تنبغيو نلبسو الحبات نتاع الكعك، لاننا كيخصنا نحطو هاد الحبات نتاع اللوز كونكاسي باش يجيو واضحين، او لا ممكن اننا نوضعو كميه كبيره من اللوز باش يقبط معنا مزيان ويتغلف معنا هاد الكعك هذا. هذه هي الطريقه اللي استخدمتها باش انني نلبس هاد الشكلاط هذا. يعني كنحاولوا اننا نزيدو نعاودو ننزلوا عليه هاد الحبات هادو ونحاولوا دوك الزوائد نتخلصوا منهم تاع الحبات مع الشوكولاته، وكننزلوا بهذه الطريقه على
ورق الزبدة. بالنسبة للحبات نتاع القهوة فهما هادو غادي ننزلوهم في الصحن. بالنسبة لهم راهم كيزولوا بكل سهولة، يعني كنحاولوا اننا فقط نضربوا عليهم وتينزلوا. هنا انا استخدمت الحبات نتاع القهوة فقط باش نعرف ان هاد الكعك عندنا بالقهوة. هادو هما الحبات. غادي ناخدو الملمع عفوا، وعندي هنايا هذا هو اللون تاعو نحاسي ملمع، وعندنا البانسو، وغادي نبداو كنوضعو في هذا الملمع بهذا الشكل هذا على الحبه تاع القهوه. كيعطي واحد الجماليه لهاد الحبه. وهنا مازال عندنا الكعك ما جمدش من الشوكولاته، كنوضعو الحبات نتاعنا وكيقطعو عندنا. ممكن اخواتي يعني نديروا هذا الملمع قبل، يعني نخدموا هاد الحبات ونجهزوهم فقط بعد ما نزلوا داك الكعك في الشكلاط نزينوا به ويكونوا جاهزين عندنا. فكيف ما شفتوا اخواتي كيعطيو واحد الجماليه لهاد الكعك هذا. وكان هذا هو الشكل النهائي. هنا كذلك حطيت هذا الكعك هذا فقط في شوكولاته عاديه، ودرت الورد المجفف او لا الورد البلدي. نتمنى هذا الكعك هذا ينال اعجابكم وتجربوه. اذا عجبكم لا فيديو ديروا اشتراك في القناه مع تفعيل على الجرس حتى يوصلكم كل جديد من ديليس فاطمه زهره. وما تنساوش حبيباتي انكم تمروا عند وصفات فرح جمعه الليبيه. الى اللقاء.